نقرا كده شويه اخبار وانا واقف مع النسر والنسر يقف مع النسر. المهم، قال لك في خبر حلو والله العظيم انا فرحان بصراحه. الاهلي يستعيد يوسف بالعمري وكريم فؤاد امام المصري. اول حاجه، كريم فؤاد هيعمل الاتي. سيبك من يوسف بالعمري ان شاء الله، ايه تبقى اخر اصابه ليه ان شاء الله. لكن الخوف من كريم فؤاد ليه بقى؟ لان كريم فؤاد والله العظيم محمد هاني هو في المكان ده. ومحمد هاني عامل سحر اخضر واسود وبامبا واحمر وازرق وكل الالوان اللي في العالم عشان هو عاجز المنطقه دي. ففي باين يعني فيها يعني حاجه حديث عن الرسول، حاجه زي مش متذكر قوي يعني، اللي هو باين الحد حسد ولا الحاجات دي كلها. حد بيرقيه شيخ وبعدين بيبتدي يتوضى بيها حاجه زي كده يعني. فهو يسعى في الموضوع ده. اقول لك إيه يعني، اصل انا خايف على كريم فؤاد. اصل لو نزل تاني هيتصاب تاني. ربنا يستر، ربنا يبعد عنك يا ابني حاجه الوحش يا ابني. في حد والله العظيم ما بيحبكش. ما بيحبكش والله. انا ليا ناس ما بتحبنيش والله العظيم، ومطلعين ميتين امي في الحياه. ففي حد كده مع كريم فؤاد اسيب العمل والسحر كده اسود. والله يا ابني بص، انا عندي اساس اللي هي ايه، اللي هي كانت مرات مرات حماده هلال في اللي بتاع، في مسلسل المداح الجزء السادس، بقت بتاعت اعمال اسمها ايه والله رحاب، الشيخه رحاب. هي ازيك يا ابني، ازيك يا ابني بعمل ولا سحر يا ابني؟ روح يا ابني، روح اللي حماده هلال اتصل بيا يا ابني خليه يفك لك العمل ولا السحر ده. اقول لك مدد، اقول لك مدد يا رب. هيرقيك بقى ويبعد عنك الشياطين ويظل لك بقى سماح الجلاد ويحاربك ومش عارف ايه. اقول لك ايه يعني، في حاجه غلط في كريم فؤاد مش عارف ايه. اقرا يا ابني كل يوم سوره البقره يا ابني، ولا اقول لك ايه، توكل على ربنا فان تولوا فقل حسبي الله ولا اله الا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. فالخوف والله على كريم فؤاد، ربنا يبعد عنك اي حاجه وحشه يا كريم فؤاد. يا قلبي يعني يا اما بس. طيب قال لك ربنا ايه وتعليقات اللي هم ايه. واحد قال لك اللهم شتت شملهم. انت ايه اللي شتت شملهم يا ابن العبيطه؟ اللهم الله ينصر فلسطين ويرحمهم. ايه التعليق الغريب ده مش عارف. إيه، يا رب الاهلي يكسب. ده تعليق حلو ده. لكن واحد بيقول لك الله شتت شملهم. ايه شتت شملهم؟ مش عايز انك تكسب ولا يبقى شتت شمل المصري والزمالك وبيراميدز. الزمالك يتغلب وبيراميدز يتعادل مثلا مع سموحه، الزمالك يتغلب من سيراميكا والاهلي يكسب ان شاء الله الدوري الاهلاوي. هتلاقي الزمالكاويه ماشيين زي الاخر الدوري في الاخر. والله نفسي في الحته دي. قال لك الشناوي يحرس مرمى الاهلي امام المصري. ليه بس مال مصطفى شوبير؟ ايه بس لما نشوف كده. إيه قال لك الاصابه اللي تعرض لها مصطفى شوبير، بس قال لك اللي هو ايه، كانت اتصاب في انبي. بس قال لك قال لك تبين اصابته بشدك في الجزء السفلي للعضله الخلفيه بس يعني. وكشف جاب الله عن بدء مصطفى شوبير لبرنامج علاج وتاهيله ووضعه للجهاز الطبي من المقرر تنفيذه خلال فتره مجرده. بس هو قال لك يعني يعني ابوه قال له شوبير يعني الاب يعني، قال اللي هو هيبقى كويس يعني، وان شاء الله يلحق مباراه المصري البورسعيدي ان شاء الله يعني ماشي. قال لك اخر تطورات ملف عوده محمد عبد المنعم للاهلي. قال لك ملخص الموضوع قالت منصه كذا ترانسفور موفيمنتس ان الاهلي يدرس استعاره عبد المنعم في نيسك حال تعثر التواصل والاتفاق بشان شراء عقده بشكل كامل. وبالرغم، وقال لك واشارت انه بالرغم من ان اداره الاهلي كانت ترفض استعاره اللاعب وتتجه لشراء عقده بشكل نهائي، الا انها بدات في دراسه فكره استعاره اللاعب لحاجه النادي الاهلي الكبيره لتدعيم دفاع الفريق وانضم محمد هاشم. يعني انا شايف ان عبد المنعم يعني والله يعني والله العظيم يعني انا اتمنى اللي هو يكون مع النادي الاهلي ويرجع للنادي الاهلي ويقف. يعني احنا فقدناه والله العظيم. هو ورامي ربيعه، ما تزعلش مني، رامي ربيعه واكرم توفيق والعلامه الحلوه دي. اه بصراحه يعني. وبعدين انت مشيتهم عشان كانوا طالبين فلوس معينه، ما تدي لهم يعملوا فلوس هم عايزينها. ما انت جبت شويه لعيبه، انت جايب عمرو الجزار ب 60 مليون وعايز يمشي، عايز يروح اعاره ولا اي حاجه عشان هو ما يلعبش الحاجات دي كلها. فاهم انت قصدي؟ ف يتمنى ان احنا نستفاد بعبد المنعم في يوم من الايام تاني يعني. فاهم انت قصدي؟ طيب قال لك تريزيجيه جاهز لمباراه مصر البورسعيدي بالدوري يوم 20 ان شاء الله الساعه 8 مساء بتوقيت مصر. قال لك قال لك تريزيجيه تعافى من الاصابه التي كان قد تعرض لها مؤخرا والتي ابعدته عن خوض مباراه NBA الاخيره ماشي. عايز اقول لك برضو يعني ايه. قال لك الاهلي يقترب من توقيع عقد رعايه بقيمه تزيد على مليار جنيه. اكد الاعلام احمد شوبير عبر برنامجه الناظر اقتراب النادي الاهلي من توقيع عقد رعايه تاريخي مع احدى شركات الاتصالات بقيمه تصل الى مليار و220 مليون جنيه. ما تديله منهم مليون جنيه اتجوز بس يا عم الحاج. مليون جنيه بس، مليون جنيه. تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية النادي الأهلي لزيادة موارده المالية واستثمار رسوله بما يضمن توفير السيولة اللازمة لدعم الاحتياجات كافة فرص. أصل أنا عايز أتجوز ومعيش فلوس أتجوز. لدعم احتياجات كافة فرقة فرقة الرياضية. إيه ماشي. قال لك إيه؟
بما يتضمن توفير السيوله اللازمه لدعم احتياجات كافه فرقه الرياضيه، يعني كل الفرق يعني ماشي. اعتقد السله وكل حاجه واليد وكل حاجه يعني. اهو قال لك عمرو الجزار يرغب في الرحيل على سبيل الاعاره من النادي الاهلي. وانت يا ابني لسه لعبت يا ابني عشان تمشي. موقف الاهلي من طلب حكام اجانب امام المصري البورسعيدي. آه، قال لك يعني خالد الغندور بيقول لك على برنامج سداد المحور ان الاهلي لم يطرح فكره طلب حكام اجانب في المباراه، والاهلي بيتجه للاعتماد على حكام مصريين في المباراه القادمه بدلا من الاجانب، وذلك توفير التكلفه الماليه العاليه خاصه مع تضاؤل فرصه حسم اللقب وصعوبه المنافسه التي باتت تعتمد على نتائج الاخرين. ماشي. طيب عايز اقول لك برضه هو الزمالك اللي طلب حكام اجانب. طيب قال لك بس دي اخر اخبار معانا، مفيش اخبار جديده. طبعا في بكره مباراه مهمه ما بين الزمالك واتحاد العاصمه في الكونفدراليه النهائي، مباراه الذهاب في الجزائر. اعتقد على ملعب 5 جوليه 1962 اعتقد اسمه كده. الساعه 10 مساء بتوقيت مصر و8 مساء بتوقيت الجزائر. كل التوفيق لاتحاد العاصمه ان شاء الله يكسب، وان شاء الله الكونفدراليه لاتحاد العاصمه، وان شاء الله الدوري اهلاوي ان شاء الله. مش عارف ليه عندي احساس ان الدوري اهلاوي، والله عندي احساس كده الدوري ان شاء الله يعني. انا لسه ما شفتش حاجه يعني، شفت يعني من امتى ما شفت، ما اعرفش الدوري لمين، بس مش عارف ليه عندي احساس كده يعني الدوري اهلاوي. فاهم انت قصدي؟ والله احنا نتصل بحماده هلال مداح ونقول له كده يعني يرقي كده ويدعي لنا على الاجابه الدعوه تستجاب. ان شاء الله دوري اهلاوي ان شاء الله. بيراميدز يتعادل من سموحه. خلي بالك بيراميدز كان اتغلب من سموحه في الدور الاولاني 2-1، وان شاء الله الزمالك وسيراميكا الزمالك يتغلب من سيراميكا باي نتيجه، وان شاء الله الاهلي يكسب المصري البورسعيدي، وساعتها النادي الاهلي يتوج بالدوري المصري الممتاز. ده كل الاخبار اللي معانا. لو انا يعني تهت ولا اي حاجه ما تزعلش مني يعني عايزين نتجوز، عايزين بس مليون جنيه من النادي الاهلي. انت هتاخد مليار و200 وربع، ما تدي لي منهم مليون زرار، يعني مليون زرار بس، مليون جنيه بس. سلام يا عم الحاج، سلام.